التجسس على الآخر شيء عادي، فالكل يتجسس على الكل وعلى الحليف قبل العدو، واستراتيجية الدول تبنى على كمية المعلومات الواردة من هؤلاء الجواسيس. تحذير جدي حملته مذكرة المصلحة الأوروبية الخارجية لعدد من الممثلين الدبلوماسيين في العاصمة البلجيكية بروكسل في عام 2019 تقول: احذروا الجواسيس المغاربة. بعد تأكيد وجود 500 جاسوس منتشرين في قلب عاصمة الاتحاد الأوروبي، أغلبهم من المغاربة يسعون إلى جمع المعلومات من السفراء والقناصل والعاملين في بعض المصالح الحساسة. تشير المذكرة إلى أنها رصدت هؤلاء الجواسيس في قلب المنطقة الأوروبية وفي أماكن شعبية جدا، فإذا أردت الجلوس في مقهى توقع أن يكون النادل جاسوسا مغربيا، وإذا أردت الركوب في التاكسي توقع أن يكون السائق منهم. لذلك حذرت الدبلوماسيين الأوروبيين الانتباه إلى طبيعة النقاشات التي تجرى في بعض المواقع الشعبية حول أشغال اللجنة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي. مع صعود الجماعات المتطرفة مؤخرا في شمال إفريقيا، سارع المغرب وبشكل مبكر إلى تقليل التأثير السياسي لهذه الجماعات عبر إنشائه لجهاز استخبارات أمني قوي قادر على حماية أمن المملكة، خصوصا وأنه يعتبر بوابة هامة بين إفريقيا وأوروبا، وعزز حضوره الاستخباراتي في فرنسا، إسبانيا، هولندا وبلجيكا، وأصبح المغرب ثاني بلد في العالم الأكثر ممارسة لأعمال التجسس داخل التراب الإسباني مثلا بعد روسيا، حسب صحيفة الكونفيدنسيال ديجيتال في تقرير نشره بتاريخ 30 ماي 2022. وحسب ذات المصدر فإن المخابرات المغربية المعروفة اختصارا بلاجيد، أي المديرية العامة للدراسات والمستندات، تمتلك 30 عاملا داخل التراب الإسباني، ويتواجدون في العديد من المراكز كالقنصليات، كما أنها تمتلك ميزانية مالية تصل إلى 100 مليون دولار، وينضوي تحتها 4000 عنصر أو عميل، 1600 منهم هم مدنيون، في حين أن الباقي هم عسكريون ينتمون إلى القوات المسلحة الملكية المغربية. في أقوى مخابرتين، جهازي مخابرات في الوطن العربي حقيقة هي الأردني والمغربي، هذا معروف. الآن كيفاش عرفت المخابرات المغربية أنه بنت العقيد هذا اللي عنده منصب هام جدا في الأمر الخارجي رحل المغرب؟ على مدى العقد الأخير أسس المغرب لشبكة استخباراتية مهمة في أوروبا، وتمكن بفضلها من إحباط العشرات من العمليات المسلحة ومن تفكيك الخلايا النائمة أو الذئاب المنفردة المتوغلة في أوروبا وأمريكا. وبعد تحقيق هذه النجاحات الكبيرة تغيرت مهام جواسيس المغرب، وأصبحوا يتجسسون على كبار المسؤولين في أوروبا لحماية مصالح المغرب الخارجية، ولأن تكون سباقة للحصول على المعلومات خاصة المتعلقة منها بمصالح المغرب الاقتصادية. كان آخر الاختراقات البطولية للاستخبارات المغربية عميل مغربي يعمل بالسر في فرنسا، أطلق عليه اسم الجاسوس الشبح لأنه اختفى كليا بعد الكشف عنه. وأشارت الصحيفة الفرنسية لو باريزيان أن الشبح الذي يعيش في فرنسا منذ عام 2010 تمكن من اختراق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ونجح في انتزاع العشرات من الأوراق والمعلومات السرية
وكانت مهمته تهدف إلى ترسيخ نفوذ المغرب في العديد من المساجد الفرنسية، كما كشفت وسائل إعلام هولندية عن وجود عملاء مغاربة سعوا إلى تقلد مراكز هامة في المؤسسات الإسلامية الهولندية، وأصبحوا يشكلون رعبا حقيقيا لأوروبا. وأعتقد أن ما حدث هو أن الاستخبارات المغربية توصلت إلى معلومات كانت متوفرة إما في بعض الأماكن التي تعتبر ملاذات آمنة للمتطرفين، وتمكنت المخابرات المغربية من الوصول إليها سواء من خلال عناصر استخباراتية أو سبل تكنولوجية. المغرب في فترة الضعف السياسي والعسكري والفساد الإداري من بعد موت مولاي إسماعيل وحتى دخول قوات الحماية في بداية القرن العشرين، كان كل جواسيس أوروبيين وبريطانيين يجمعون معلومات عن الساكنة ومخزونات المياه والزوايا وأصحاب القرار. لقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان ليتجسس على الكافرين في غزوة الخندق، فمشروعية التجسس على الكافرين ثابتة على ما يقتضيه واجب الحذر من الكافرين ومكرهم. قال تعالى: وخذوا حذركم. صدق الله العظيم.